الحل وتوجد في اخر لحظه بعد تعب وبعد واحد اما ما يسالش. المهم اللي وليداتنا غدوه مش يرجعوا وباش يرجعوا فرحانين. لو كان سبتمبر معناها هذايا راهن اللي لو كان سبتمبر وليداتنا مش يرجعوا وفعلا هاو مش يرجعوا. والصحه الحق تفهمت معنا وبرشا اطارات معناها وقفت معنا. يعطيه الصحه سي زياد المعتمد وقف معنا بالكدا بالكدا. الاداره الجهويه وقفت معنا. المندوبه رغم المرض نتاعها زاد جاتنا يعطيهم الصحه. وحتى الاولياء اللي ساندونا في الحكايه هذيا تعبنا ايه. وانا حتى في الليل على خاطرك اللي قوس هذوك مع الشريط الصغار هذوك يلزمنا نضحي وفما حتى مشكل. وهي ديجا دوك الفرحه معناها دخلت الاولياء الكل وديجا اللي فرحانين توك الاولياء اللي يغدوا وليداتهم كل الناس الكل مش وتحدينا برشا صعوبات اما مش يرجعوا يقراوا غدوه الصباح التلميذات. الصحافه معانا واقفه معانا الاولياء وقفت معانا. اما في الليل هنا تجندنا معناها تويكا الليل في الليل نخدموا ورغم هذاك ما يصيرش التعب اما وصلنا اللي حاجتنا به وصلنا له. تقريبا قبل 3 ساعات قلت يا رب حلها. تقريبا ربي استجاب دعائك. احنا كنا في جلسه العشيه سخونه شويه في مدرسه العلوم التمريض منزل بورقيبه. احنا خذينا يعني اليوم جزء من مدرسه دار التمريض. جت مذكره يعني ولا مراسله من وزاره الصحه مشكوره. وسيد الوالي اليوم زاد حرص يعني باش خذينا المدرسه. وسيد المندوبه تنقلت زاد للواحد يعني فما خدمه اليوم صارت كبيره في الكواليس وخدمه كذا وكذا. صحيح المدرسه كان يقولوا باش تقري معناتها يعني فورماسيون كونتينيو يعني التكوين المتواصل والمستمر. اليوم يعني بعد يعني جلسه صعيبه شويه. صحيح كتبت في الفيسبوك يعني يا رب يحلها يعني حسيت يعني ما فماش مدرسه ابتدائيه صحنون واحد. ولكن لا قدر الله كما صارتش غد الحياه عوده مدرسيه بالنسبه للمدرسه الابتدائيه صحنون واحد يسمى فشل للناس الكل وما يعني ما نجحناش. والحمد لله يعني وفقنا ربي اليوم اني خذينا يعني 8 قاعات في محل المدرسه نتاع التمريض بمنزل بورقيبه. وباش تولي تقري تو نحن مشكورين المدير المدرسه ومعه يعني معلمين من المدرسه يعطيهم الصحه فريمون يعطيهم الصحه. زاد حضرت معنا النقابه نتاع التعليم الاساسي. النقابه زاد ممثلين النقابه نتاع اعوان الصحه زاد مع المدير سي لطفي الورغي بالحق السيد مشكور يعطيه الصحه. ضغطنا عليه تعبناه اليوم خذينا عنده قاعات كان متواصل معنا الحمد لله. فما غد الحي يعني نفرح الناس كل فما مدرسه ابتدائيه صحنون واحد جزء كبير منها باش يكون هو في المدرسه نتاع التمريض في منزل بورقيبه. عقمنا زاد تو بكري عقمنا المجموعات الصحيه وكل شيء. تو ان شاء الله باش ننقلوا العلم وكل شيء ان شاء الله تكون يعني العوده المدرسيه عاديه. وكل عاده نحن تو في المدرسه الابتدائيه صحنون واحد كما قلت الدراسات راهي حاضره فيها كل شيء. دونك دومش ترصد الاعتماد باش ننطلق فيها الاشغال نعاودوا نهيئوها باش ترجع للتلامذه لنا وكل شيء. زاد دعوه للمجتمع المدني ولا رجال الاعمال ولا الناس اللي قادر باش يساعد ماديا ولا باش يساعد الدوله في اطار صيانه ولا تهيئه وصيانه وترميم المؤسسات التربويه. يعني في الدعوه مفتوحه للجميع معناتها فهمتني. وكيفاش نقولوا فيها أنا شخصيا فرحان ولا بدي نهز فتوى ولا يعني أنا عندي جزء كمسؤول في التربية كرئيس مصلحة في المندوبية وعندي جزء آخر زاد اللي هو أنا ولد منزل بورقيبة. زاد دعوة للعباد يعني اللي سامحوني في الكلمة اللي تنبر ولا اللي جست تتعلق للتعليق فقط. دعوة راهو باش يحلوا يداهم وينجوا على منوال برشا جمعيات. أنا قاعد نبارطاجي في جمعيات. عندنا جمعيات كما جمعية اتحاد جمعيات الإنسانية التونسية البارح فرقوا زاد مساعدات للمدارس الابتدائية في دمنة الربح. زاد باش يمشوا يعملوا نشاط في القصرين. عندنا زاد برشا جمعيات زاد ينخرطوا يعني برشا ناس ينقصوا يعني من الحديث ويشمروا على يديهم وكل شيء. مش عيب انا كمهندس اليوم كي باش نمد الطاوله انا قريت في صحنون معناتها هذيك انا راهي مدرستي وكل شيء. دونك تنجم الناس الكل اليوم يعني تنطلق يعني في المساهمه في المدرسه خاطر المدرسه للجميع. اشتدي ازمه تنفرج. والله كما تشوفوا مدرسة سحنون واحد جات في ظروف ماهيش عادية. معناها جات في ظروف انه معناها جاتنا في ال 15 يوم الاخرانيين نتاع العودة المدرسية. تجندت عديد معناها الاشخاص باش اليوم نجمنا ان وصلنا وعملنا شيء هذا. كما تشوفوا معناها لاخر لحظة اليوم ما عندناش مكان انه المدرسة وين باش تقري فهمتني. لولا معناها تدخلات السيد والي بن زرت مشكور اللي معناها سعي كبير معناها انه اتصل بالوزاره وكذا باش جاب لنا الموافقه معناها من السيده وزيره الصحه. كيف معناها العباد اللي من النقابه الاساسيه نتاع اعوان الصحه وكيف نتاع التعليم الابتدائي كيف اللي وقفوا معنا. ونشكر العباد الكل اللي وقفت خاطر اليوم راهو يلزمنا الناس الكل يفكروا انه كل حد يحط روحه في بلاصتك. الولي اللي باش يجي غدوه الصباح ومعاه الولد الصغير نتاعو باش يقرا يقولوا له ما فماش مدرسه. معناها كان كل واحد يحط في مخه الحاجه هذيك
ينجم يقعد يخدم 24 ساعه باش غدوه تحضر المدرسه، والولي كي يجي الصباح يلقى معناها الصف نتاعو حاضر. وان شاء الله معناها الحاجات هذه تو ان شاء الله باش نقوموا بالتدخل، وفما شركه وعدتنا انها باش تقوم بالتدخل في مدرسه صحنون واحد. ان شاء الله زاد في القريب العاجل المدرسه هذه ترجع للمجد نتاعها، انها عندها معناها 100 عام بريسك معناها من التاسيس نتاعها. اليوم ما نجموش مدرسه عندها 100 عام باش نجيو معناها نفسخوها، حبينا يقعد مدرسه صحنون واحد الاسم نتاعها معناها موجود، وذاك اللي سعينا عليه من الاول، واليوم لقيناها معناها موجوده. وان شاء الله غدوه التلامذه يكونوا في عوده مدرسيه باهيه ان شاء الله. منزل بورقيبه لاول مره بعد الثوره تنجح في تجاوز ازمه من خلال تكاتف الناس الكل. هي راهو كي نجيو نحكيو هكا، راهو كي الناس الكل تحط ايديها في ايدين بعضها، راهو منزل بورقيبه نجموا نقدموا بها بالباهي. خاطر اليوم تضافر مجهودات المسؤولين الكل، كيما تشوف من المسؤول الكبير للمسؤول الصغير، الناس كل حطت ايديها ونشحت. ان شاء الله معناها من هنا لقدام باش تشوفوا الحاجات هذه، وان شاء الله ما عادش تعاود الازمات احنا نقولوا، اما اذا تعاودت كيف باش نلقاو حلول مهما كانت الظروف ان شاء الله.